اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي، مشروب واحد بس يوميا. يعني عايزة اقولك ان المشروب ده جميل جدا جدا، وفوائده حلوة قوي، وعشبة حلوة جدا وجميلة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا ان احنا نشربه عليه افضل الصلاة والسلام. المشروب ده اسمه الشعير. المشروب ده له فوائد جميلة جدا زي ما احنا شايفين كده في الصورة. انا بنقيه ليه؟ لان هو فيه بتاع زلط كتير وتوب صغير كده او شرب صغير. في حاجات كتير لازم تنقيه الاول وتنضفيه خالص، وتشيلي منه اي شوائب موجودة فيه او اي زلط او توب صغير او شرب. اي حاجة فيه موجودة بتشيليها. هنا انا الكمية دي مش هعمل الكمية دي بس، ده انا بوريكم بس، لكن انا هعمل قد الكمية دي 4 مرات زي ما احنا شايفين كده. انا هنضف الكمية دي بس، دي بس اللي هنضفها معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. يعني هعمل قد دي 4 مرات عشان انا بحطها في التلاجة بشرب منها كل يوم. بعد كده اقول لكم هعمل ايه. دي الكمية اللي انا عملتها زي ما احنا شايفين كده. حطيتها في مية وغسلتها وصفتها بالمصفى تحت مية جارية، وغسلتها كويس قوي قوي. سبتها متنقعة من امبارح بالليل لحد الصبح، وخدتها بعد برضو ما نقعتها خدتها في مصفى وتحت مية جارية تحت الحنفية. فضلت اغسلها لان زي ما احنا شايفين فيها كده زي طينة صغيرة او شرب صغير. بعد كده بتحطيها في حلة، والحلة دي طبعا الكمية اللي انت عايزاها. هتعملي كوباية، هتعملي اكتر، بس ما تكتريش عليها المية. يعني الكمية اللي انا عاملاها دي يعني 3/4 الحلة كده مية. بعد كده احطها على النار. ممكن يعني هي قعدت معايا ربع ساعة في الغليان. بعد كده قفلت عليها وسبتها لما تبرد. صفتها كويس قوي قوي وحطيتها في ازازة وسبتها في التلاجة. بس بلاش تحطيها في ازازة بلاستيك، ياريت تكون ازاز. لو تعرفوا الشعير ده فوائده قد ايه، علاج طبيعي لبعض مشاكل الجهاز البولي. فوائده كتيرة جدا يا جماعة. مضر للبول، بيسهل طرد السموم والأملاح الزايدة في الجسم. مطهر جيد جدا للكلى والمسالك البولية. ليه؟ لأنه يحتوي على مركبات مضاد للالتهابات، يخفف من التهاب المثانة أو الكلى، بيحسن وظائف الكلى، بيقلل من اليوريك اسيد اللي هو حمض البوليك. يعني كنز لا يقدر بثمن. لما انتي كده تقعدي تاخدي مسكنات على طول، في بعض الناس بتتأثر بالمسكنات دي، بس على المدى البعيد المسكنات اللي انت بتاخديها طبعا اكيد اكتر من نوع، ده ما بيأثرش على الكلى بس، بالعكس ده بيأثر على اعضاء الجسم كلها، والمعدة بتتأثر وقرحة المعدة. وعن تجربة يعني، فاحنا ليه ما ناخدش المشروبات الطبيعية دي ونبعد عن اي مشروبات مصنعة فيها مواد حافظة بتأثر على صحة الكلى. كوباية واحدة بتغليها وبتحطيها في التلاجة بتشربيها كل يوم، جميلة قوي قوي. يعني حطي ازازة او 2 في التلاجة. في مضادات أكسدة كتير، يعني بمعنى الشيخوخة ومرضى القلب والتجاعيد. مليان بالمعادن، يعني جسم الإنسان ده بيحتاج أكتر من 60 معدن في اليوم. ليه ما نشربش كوباية زي دي يوميا؟ غني جدا بالفيتامينات والألياف والبروتينات أو الأحماض الأمينية الأساسية. بدل ما تقعدي تاخدي مكمل غذائي. بيعزز المناعة والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والكرياتين. بيخلص الكلى من السموم والرواسب وفيها بيبقى فيه سموم. الرجلين اما بتتورم وبتبقى منفوخة، ما بيبقى نتيجة الكلى برضو. ما تشربي كوباية زي دي واحدة.
وعلى فكرة يعني ده مضر للبول وبيفتت الحصوات، لو اي حد بيشتكي من جنبه من املاح، من حصوات، من حتى لو رطش كده بسيط، بيفتته وبينزله في البول. وبيحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والايرون والحديد والمنجنيز وفيتامين B1 و3 و6 و9 اللي هو الفوليك اسيد، مهم جدا جدا للجهاز العصبي. في فيتامين سي بينظف السموم اللي في الكلى، مضر للبول، بيظبط ضغط السكر، غني بالالياف الغذائيه، مفيد جدا لصحة الجسم، بينظم حركة الأمعاء، بيحتوي على أحماض دهنية وأحماض أمينية، غني بالعناصر الأساسية والمعادن، بيحتوي على مضادات الأكسدة، بيعمل تحسين لعملية الهضم، بيساعد على تنظيم واستقرار السكر في الدم. حلوة قوي قوي حتى للناس اللي عايزة تخس او عندها مشاكل في السمنة، ممتاز جدا يا جماعة. مغلي الشعير ده جربوه، فوائده كتيرة لا تحصى ولا تعد. بيحمي ويمنع من انسداد الشريان، بيساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، بيقوي عضلة القلب والأوعية الدموية، بيشيل السموم اللي في الكلى، مضر للبول، بيظبط السكر في الدم، مفيد جدا جدا لصحة القلب، مضر طبيعي للبول، بيشيل الحصوات، بيشيل الرواسب، بيحتوي على الياف، بيطرد السموم الموجودة في الكلى، بيظبط ضغط الدم. حلوة قوي قوي، جربوه، اشربوا كل يوم واحدة بس، كوباية واحدة، يعني مش هقول لكم على طول، لا، لو كوباية، لو كل يوم كوباية لمدة اسبوع وبعدين تفصلي لو زهقت منه وكملي. حلوة قوي قوي قوي، بيحتوي على حاجات كتير، والسيلينيوم والمنجنيز والمعادن والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والايرون والحديد، وحلوة قوي يا جماعة والله، مهم للطاقة. وكمان من فوائده اللي لا تحصى ولا تعد، بيساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، بيحمي عضلة القلب والأوعية الدموية، بيشيل اي رواسب او سموم، وغني بالالياف الغذائية سواء كانت قابلة للذوبان او غير قابلة للذوبان، في تلك الحالتين مفيدة جدا جدا لصحة الانسان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.